نجتمع اليوم لنتأمل معا حكاية ليست ككل الحكايات. إنها أسطورة القرية الغارقة في الوحل. دعونا نغوص في طيات هذا النص الذي يحمل بين سطوره تحذيرا مظلما. سنرى كيف يمكن لمجتمع بأكمله أن يتآكل من الداخل ببطء شديد، وكيف تتراكم الأفعال اليومية البسيطة لتخلق خرابا لا يمكن تصوره. إنها قصة صامتة وحزينة، تروي لنا ماذا يحدث حين يتخلى البشر عن جوهرهم الحقيقي. القسم الأول من هذه الحكاية يحمل عنوان قرية القنوات المسدودة، وهو يمثل مرآة دقيقة للتعفن الداخلي. لنتخيل معا هذا المشهد: روائح كريهة ومقبضة تنبعث باستمرار من المصارف المسدودة. نحن هنا لا نتحدث عن مجرد خلل عابر في أنابيب المياه أو إهمال بسيط في البنية التحتية، كلا، هذا المشهد هو تجسيد حي لروائح فظيعة ومنفرة تتخلل كل زاوية وتستقر في أنفاس كل من يمر. هذه المصارف لم تنسد بين ليلة وضحاها، بل تركت لتتعفن وتتراكم فيها الأوساخ يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر دون أن يحرك أحد ساكنا. إنها حالة عميقة من اللامبالاة الجماعية حولت المكان إلى بيئة مريضة تخنق كل أمل. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، وهو قلب هذه الاستعارة: جرذان على هيئة إنسان. الصدمة الحقيقية في هذا النص لا تكمن في الخراب نفسه، بل في طبيعة من يسكنون هذا الخراب. يصفهم النص بكلمات قاسية ومريرة: جرذان على هيئة إنسان، يعشقون التجمع عند المصارف المسدودة. العجيب هنا ليس وجود العفن، بل كيف يتفاعلون معه. إنهم لا يفرون من الأماكن التي تفوح منها أفظع الروائح، ولا يحاولون حتى تنظيفها، بل على العكس تماما، هم يزدهرون هناك. لقد أصبح هذا الانحدار خيارهم المفضل، والبيئة الحاضنة التي يجدون فيها متعة غريبة ومريضة. لنتأمل قليلا في تفاصيل يومهم، كيف يقضون أوقاتهم في تلك التجمعات البائسة في ثرثرة لا تنتهي أبدا. أحاديثهم مبنية بالكامل على التشفيء المستمر والشماتة الواضحة في عيوب أقرانهم. نظراتهم مسلطة بتركيز شديد ومخيف على عورات ونقاط ضعف أهالي بلدتهم. يتغذون على النميمة الخبيثة، وكأنهم يدورون في حلقة مفرغة من السلبية المدمرة. وبدلا من أن تتكاتف الأيدي للبناء، تستهلك كل الطاقات في نهش لحوم بعضهم البعض. مشهد يطابق تماما سلوك الكائنات التي لا تعيش إلا في المستنقعات. وهنا نصل إلى القسم الثالث: الكبرياء وسط الأنقاض، لنرى كيف يجتمع وهم العظمة مع الخراب المطبق. يضعنا النص هنا أمام تناقض مذهل ومثير للأسى العميق. على اليمين نرى فخرا إقليميا شرسا وتفاخرا عاليا بالعيش في أكبر بلد في إفريقيا، مع رفض قاطع ومتعجرف لأي نقد خارجي. ولكن دعونا ننظر إلى الجانب الأيسر. الحقيقة المرة هي أنهم يجتهدون كل يوم لجعل هذه البيئة أعفن وأكثر انحطاطا، فقط لإرضاء أذواقهم التي تعودت الفساد. هذا التقابل البصري بين كبرياء أجوف لا معنى له وتدمير ذاتي مستمر يجسد المأساة الحقيقية لمجتمع يعيش في حالة إنكار تام لواقعه المنهار. وما يزيد الطين بلة والمفارقة القاتمة حقا هي هذا الرفض العنيف لكل من يحاول إصلاح الأحوال. لو فكر أي شخص وبأي شكل من الأشكال في التدخل لتنظيف هذه القنوات أو حاول انتشال القرية من هذا الوحل، فسيواجه برفض مجنون وشراسة غير مبررة من السكان أنفسهم. لماذا؟ لأن النظافة والنظام يهددان أسلوب حياتهم المألوف. هذا يعكس حالة إدمان عميقة على الخراب. في هذا المستنقع يعتبر المصلح عدوا ودخيلا يجب طرده فورا، فقط لضمان استقرار العفن. يأخذون هذا إلى القسم الرابع: دور الضحية المزيف، وهي الحيلة القديمة للتهرب من المسؤولية. فكيف يبررون هذا الخراب المتراكم دون أن يتحملوا أي مسؤولية؟ الإجابة بسيطة: يتقنون لعب دور الضحية المظلومة التي تئن تحت وطأة الموظف الحكومي أو السلطة. يعشقون الشكوى المستمرة ويستمتعون باحتلال موقف المقهور والمغلوب على أمره، وبتوجيه أصابع الاتهام دائما نحو الأعلى ينجحون في تجاهل تواطؤهم الشخصي وأفعالهم اليومية التي تزيد من تعفن مجتمعهم. هذا الدور المزيف يمنحهم راحة نفسية كاذبة ويحميهم من مواجهة حقيقة قاسية جدا، وهي أنهم جزء أصيل من المشكلة وليسوا مجرد ضحايا أبرياء. ونختم هذه القراءة بالقسم الخامس والأخير: انعكاس لأفعالنا، لأن الخراب كما نعلم لا يهبط أبدا من فراغ.
ننهي هذه الحكاية بسؤال عميق ومحوري، سؤال يجب أن يتردد في الأذهان طويلاً. أليس المسؤول الذي يسلب ويهمل هو في النهاية مجرد صورة وانعكاس لهذه السلوكيات؟ المسؤول الذي يتهم بالفساد وإهمال المجتمع لم يهبط من كوكب آخر، بل هو إفراز طبيعي ومرآة دقيقة جدا تعكس إهمالنا الجماعي وسلوكياتنا الفردية. إذا كان الأفراد يعشقون القنوات المسدودة ويتعايشون برضا مع الخراب اليومي، فإن السلطة ستكون ببساطة انعكاسا لهذا المستنقع. إنها فكرة تستحق تأملا صادقا. فهل يبدأ التغيير الحقيقي بانتظار مصلح معجزة يهبط من السماء؟ أم أن البداية يجب أن تكون بتنظيف قنواتنا الخاصة أولا؟